ايه الاشعه فيها ايه يعني؟ عندي ايه يعني؟ اه الاشعه الاشعه فيها ورم في المخ يا ابراهيم. ورم في المخ عندنا؟ انا عارف ان الجمله صعبه بس ما تقلقش، باين من الاشعه ان الورم الحمد لله حميد. المشكله في الورم ده انه ضاغط على منطقه في المخ هي اللي مسؤوله عن الذاكره، عشان كده انت بتنسى في الفتره اللي فاتت. انا مش فاهم حاجه يا عماد، يعني ايه؟ يعني أنا المفروض اعمل ايه دلوقتي يعني؟ يا حبيبي ما تخافش، ما احنا لسه بنفهم مع بعض اهو. بص، انا مش عايز اقلقك ومش عايز اطمنك برضه، بس الموضوع جد يا ابراهيم، ولو اهملت لا قدر الله ممكن يحصل حاجه مش كويسه. انا هكتب لك على اشعه تانية على المخ، اللي فاتت كانت مقطعيه ودي هتبقى رنين. اعتقد انك مهم جدا انك تعمل الاشعه دي. معلش، هو يعني ايه اعتقد؟ يعني مش المفروض نعالج دكتور وعارف ايه اللي يحصل عشان نعالج المرض اللي عنده؟ يا استاذ خالد، انا دكتور امراض باطنه، ابراهيم لازم يتابعه دكتور مخ واعصاب. انا عندي دكتوره شاطره جدا اسمها مريم الصفتي، ودي هتهتم جدا بحالتك يا ابراهيم. دي زي اختي الصغيره وهي اللي قالت لي على موضوع الاشعه ده. وانا حجزت لك كمان ساعتين هتروح تعمل الاشعه وتروح لها. انا هدي لك رقمها تتصل بيها وتحدد ميعاد وتروح لها. هتروح لها يا ابراهيم علشان خاطري ارجوك لو سمحت. اكيد اكيد الدكتور هيعمل كده اكيد. طب ابراهيم، ما تيجي نروح نقعد في اي حته نشرب اي حاجه في الساعتين دول؟ اه يلا. شكرا يا عماد. على ايه يا حبيبي؟ العفو. وبعدين روق كده، الموضوع مش زي ما انت متخيله يعني. ان شاء الله الحل، ان شاء الله هتتحل يا حبيبي، ما تقلقش. عماد، عايز اقول لك على حاجه. بلاش اي حد من صحابنا يعرف الموضوع ده. بلاش حد يعرف اصلا لحد ما انا اقول بنفسي. حاضر يا ابراهيم، حاضر يا حبيبي.